تعالوا نعمل مع بعض الكنافة بالقشطة أو الكنافة بالكريمة الكدابة زي المحلات بالظبط، واحنا كمان مش هنخليها كدابة، هنضيف لها كده مكون سحري هيخليه طعمها كريمي جدا ولونها موحد من فوق زي من تحت، وكمان السكر بتاعها مظبوط وقوامها هيجنن وريحتها كده هتجيب لآخر الشارع. مش هنضحك على نفسنا بقى زي ما المحلات بتحط فيها طعم وريحة السمنة البلدي وهي بتكون معمولة بسمنة نباتي، احنا هنغرقها كده سمنة بلدي. نسمي الله ونبدأ الوصفة. أول حاجة نحضر الشربات عشان أنا عايزاه يكون بارد. استخدمت الكوباية المعيارية، حطيت منها كوبايتين من السكر، عليهم كوباية من المية وعصرة من الليمون، وهقلبهم مع بعض لأن أنا مش هقلبهم خالص، مجرد ما ارفعهم على النار. هو ده سر الشربات اللي هيخليه متماسك وجميل جدا ومش هيكتل معايا، هو إن أنا أرفعه على النار ومحطش في إيدي خالص ولا أقلبه. أنا هقلبهم بس كده على البارد، وأول ما يبتدي إن هو يغلي معايا هحط فيه في الآخر ظرف من الفانيليا، وكمان هنغطي الشربات علشان البخار المية ينزل كده عليه وما يخلّيهوش يلزق على حواف الكسرولة أو حواف الحلة اللي أنا باشتغل فيها. بس كده هاسيب بقى أسيبه يبرد لحد ما أبدأ إن أنا أجهّز في الكنافة. وعلشان أجهّز الكنافة لازم أكون مفرّزاها قبلها على الأقل بساعتين، يعني حاطاها في الفريزر. أنا هنا حاطاها قبلها بيومين، يعني لو أنتِ مستعجلة واشتريتيها يبقى لازم تحطيها على الأقل قبلها بساعتين عشان تطلع معاكِ كده متجمّدة وتكون سهل إن أنتِ تفرفتيها وتقطّعيها كده بإيدِك. في بعض الوصفات ما نحتاجش إن إحنا نعمل كده، زي مثلًا كنافة عيش البلبل أو كنافة البورمة بنحتاجها زي ما إحنا كده مشتريينها وبنبتدي نقطّعها أو نشكّلها معانا أو نقطّعها بالمقص. لكن في وصفة الكنافة بالقشطة أو الكنافة بالكريمة لازم إن إحنا نقطّعها بالطريقة دي، ومش هنعرف إن إحنا نوصل للدرجة دي إلا إذا جمدناها، فلازم إن إحنا نطلّعها على طول من الفريزر ونبتدي إن إحنا كده نفرفتها بإيدينا. ممكن نسهّل على نفسنا إن إحنا نحطها في الكبة، بس في الحالة دي إحنا هنقسمها على مرحلتين طبعًا عشان ما تكسرش الكبة. وبعد كده جهّزت كوباية من السكر، نفس الكوباية المعيارية اللي أنا اشتغلت بيها، وحطيتها هنا على الكنافة وهابتدي اللي أنا أقلّبها. والسكر هنا مش فايدته بس إن هو يدّيني مذاق، لأ، ده كمان هيساعد الكنافة إنها تاخد لون بسرعة في الفرن. بعد كده سيّحت كوباية من السمنة البلدي، عليها كده ربع كوباية من الزبدة، يعني ربعها زبدة وتلات أرباعها سمنة بلدي. وبعد كده ابتديت اللي أنا أقلّبهم كويس. في الوصفة دي ما ينفعش إن إحنا نستخدم الزيت خالص، لازم نستخدم زبدة مع سمنة بلدي يكون أفضل، هتدّيني أحسن نتيجة. وبعد كده هابتدي اللي أنا أقلّبهم طبعًا بإيدي، لبست الجوانتي عشان أعرف أتحكم فيها كويس، وعايزاها كلّها كده تبقى سمنة زي ما أنتم شايفين. بعد كده الشربات كان بِرِد معايا، جهّزته، بُصّوا بقى قوامه عامل إزاي، وهاسيبه هنا على جنب، وبعد كده هابتدي اللي أنا أجهّز في الكريمة. حطيت كوبايتين من اللبن، عايزة كوبايتين بس مش أكتر من كده علشان الكنافة نُص كيلو، فمش محتاجة أكتر من كوبايتين، عليهم ظرف من الفانيليا، وكمان معلقة كبيرة من النشا، وهاقلّبهم على البارد. هي نفس فكرة المهلبية، عشان كده إحنا بنسميها الكريمة الكدابة. هاقلّبهم بقى كويس جدًا وهارفعهم على النار لحد ما ياخدوا كده قوام تقيل شوية. بُصّي بقى قوامها عامل إزاي، هو ده القوام اللي أنا عايزاه. وهي كده لسه سخنة هاضيف لها هنا معلقتين كبار من القشطة. القشطة دي قشطة بلدي أنا محوّشاها كده من وش اللبن، تقدري تستبدليها بالقشطة اللي هي في العلب لو حابة، بس القشطة البلدي هنا بتدّيها طعم مختلف وتدّيها طعم جميل جدًا، وهو ده المكون السحري اللي هيخلّينا كده ما نحسّش إن إحنا بناكل مهلبية، هيخلّينا نحس فعلًا إن إحنا بناكلها قشطة صافي. بعد كده جِبت الصينية ودهنتها بالسمنة البلدي من تحت، عملت كده أول طبقة، قسمت الكنافة لنُصّين. النُص الأولاني حطيته في الصينية من تحت، وابتديت اللي أنا كده أبطّطه بإيدي علشان يكون متساوي، وهاعمل له حرف كده أو حافة من فوق. تقدري تستخدمي كمان كوباية أو طبق في المرحلة دي علشان تطب ت إيه تساويها وتخلّيها كده متساوية، زي ما أنتِ شايفة كده. بعد كده جِبت المهلبية بتاعتي أو الكريمة كانت بردت، وبعد كده هاصُبّها في الكنافة. ومهم جدًا إن إحنا ما نخلّيهاش تبرد زيادة عن اللزوم علشان ما تمسكش معانا. لو بردت معاكِ ممكن أنتِ تحطيها في الخلاط أو تضربيها بالهاند بلندر، هترجع تاني كده تفُك معاكِ. بعد كده جِبت النُص التاني من الكنافة وحطيته من فوق، وفي المرحلة دي أنا هابطّطها كده بهدوء بإيدي، مش هينفع إن أنا أضغط عليها بكوباية أو أي حاجة علشان المهلبية من تحت ما تطلعش.
وبعدين رشيت عليها رشة من السمنة وحطيتها في فرن ساخن قبل كده مع درجة حرارة 180. وأول ما أخدت لون من تحت فتحت عليها الشواية لمدة دقايق، وبعد كده سقيتها بالشربات وهي كانت سخنة والشربات معايا بارد. لو قلقانة ان انت تحطيها تحت الشواية تقدري ان انت تقلبيها على الوش التاني. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، بجد جميلة جدا ولونها متساوي. أتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكم، لو عجبكم متنسونيش في اللايك وفي تعليق إيجابي.